اهلا وسهلا بحضراتكم حلقه جديده من برنامج مصر المستقبل. زي ما عودنا حضراتكم في حلقتنا ان احنا بنلتقي بالباحثين والعلماء وايضا الشباب من المراحل الدراسيه المختلفه. الهدف من اللقاءات اللي احنا بنجريها والحلقات اللي احنا بنقدمها ان احنا بنحاول ان احنا نقرب اكتر من فكر المجتمع اللي ليه علاقه بالبحث العلمي، نتعرف على الحلول اللي بيقدموها لكتير من المشاكل التي تبدو تقليديه، لكن الحلول بتعتمد على الابتكار والتكنولوجيا وبتكون غير تقليديه. وفي حلقه النهارده بيسعدنا يكون لينا لقاء بالطالبه ملك اسلام. ملك هي طالبه في الصف الثاني الاعدادي. اهلا بيك يا ملك. اهلا بحضرتك. ازيك؟ الحمد لله. في البدايه يعني انت لسه صغيره تانية اعدادي، لكن اكيد بدا اهتمامك بالمجال العلمي والابتكار قبل كده، مظبوط؟ بالظبط، ايوه. بدا من امتى وازاي؟ مين شجعك؟ طيب، هو بدأ من حوالي 3-4 سنين. حبيت ان انا اعرف التطبيقات دي بتتعمل ازاي ان انا اقدر اعمل تطبيقات زي دي، ازاي اعمل حاجه تفيد الناس اللي حواليا، يعني يكون الفايده تعم على ناس اكتر. فحبيت ان انا اتعلم، فتعلمت مثلا ايه هي لغات البرمجه، ازاي بنقدر ان احنا نستخدمها عشان نعمل حاجات احسن تفيد الناس. اوكي، يعني هو الاهتمام جاي ان انت عايزه تساعدي المجتمع بالظبط. وان انت تخلي حياه الناس اسهل واحسن. طيب فاكره اول ابتكار عملتيه؟ هو اول حاجه كانت مجرد لعبه بسيطه خالص على سكراتش، ولكن كانت فكرتها ان هي بتحث على النظافه. يعني كانت الفكره ان البطل نفسه او الشخصيه بتساعد ان هي تلم النظافه وكده، فهي كانت بتتعرض للاطفال ان هم يلموا اي مثلا قمامه او كده موجوده، فهي كانت فكرتها ان هي تحثهم على انهم يعني ايه يلتزموا بالنظافه ويحافظوا على مكان طبعا يعني البيئه اللي هم فيها، سواء اذا كان الشارع، بيت، المدرسه او اي بالزبط. مكان هم فيه. يعني دي فكره حلوه جدا طبعا، واحنا بنبقى محتاجينها علشان يعني ساعات بعض الاطفال او بعض الشباب او حتى الاشخاص الكبار دايما بيبقوا محتاجين حد ان هو يحفزهم او يشجعهم علشان يحافظوا على نظافه المكان اللي هم موجودين فيه. طيب التطبيق اللي احنا هنتكلم عليه النهارده اكتر بالتفاصيل هو نظام حمايه لمرضى الزهايمر، مظبوط؟ احنا شفنا يعني كتير قوي من الشباب وطبعا الباحثين والعلماء بيقدموا ابحاث ومشاريع علشان تساعد مرضى الزهايمر. احنا عارفين انه مرضى الزهايمر بيبقوا في ستيج معينه او في مرحله معينه بيبقوا محتاجين متابعه، سواء اذا كان ممكن يبقى بريسلتس تبقى علشان تتبعهم او كده. انت بالنسبه لك ايه الجديد اللي قدمتيه وايه هو النظام اللي انت ابتكرتيه؟ تمام. طبعا مرضى الزهايمر بيبقوا محتاجين حاجه هم طبعا مش فاكرين. يعني مثلا اي مرض تاني بيبقوا قادرين ان هم فاكرين ان هم هياخدوا الدواء، لكن المرض ده بالذات ما بيبقاش قادر ان هو يفتكر ان هو اصلا المفروض ياخد الدواء. ففكرته مثلا ان انا لو عملت له مثلا منبه عادي، لو الظروف اضطرت ان انا مش موجود، لو عملت له منبه عادي مش هيفتكر، مش هيفتحه او مش هيفتكر اصلا. لكن لو عملت له تطبيق صوتي هيفكره بالصوت بالدواء وبالميعاد وبالمكان كمان اللي فيه الدواء، ده هيكون اسهل بكتير وهيساعدهم. غير كده ان بيبقى في تايمر معين، لو هو ما خدش الدواء في خلال التايمر ده واكد، ساعتها بنبعت انذار للشخص المسؤول مثلا برقمه او كده. فالموضوع ده بيساعد جدا ان احنا يعني ايه لو حصلت اي حاجه يبقى الشخص على درايه ان والده مثلا ما خدش الدواء او والدته. انت بتديله مده معينه في خلالها اذا طيب سؤال بتاع يعني الجهاز بيعرف ازاي او التطبيق بيعرف ازاي انه المريض استجاب واخد العلاج؟ وانا مصمم التطبيق عملت يعني الواجهه انها تكون بسيطه جدا، بحيث ان الزرار يكون كبير قدامه يقدر ان هو يستوعب انا خدت الدواء، يعني هدوس على الزرار ده فبيدي هنا نوتيفيكيشن اختار انه بالظبط اخد الدواء. طيب هنفترض انه ممكن المريض داس الزرار وما اخدش الدواء، يعني احنا بنحط كل الاوبشنز او كل الاحتمالات بنفكر مع بعض. فاهمه حضرتك. ساعتها مثلا لو حاجه حصلت بالحاجه، يعني احنا في كل الحالات بس هنا ممكن بقى يعني يبقى في حد بيشوف بقى البيلز او بالظبط. ايوه اكيد. يعني هو برضو الشخص اللي بيبقى متابع مهما كان ان هو كان في كذا بقى كذا هكذا، ومهما كان مثلا احنا بنبعت للشخص المسؤول خد ما خدش، خده في الوقت الفلاني، عمل كده. يعني في نظام متابعه. احنا بنحاول يعني او انت حاولتي من خلال الابتكار ده ان انت تخلي مريض الزهايمر يمكن معتمد على نفسه شويه، او بالزبط. لو ما فيش حد حالا موجود معاه يقدر ان هو ياخد الدواء، لان الدواء. اغلب الناس مش هيبقى عندهم الفرصه ان هم يوفروا له مثلا ممرضه او كده حد يعتني بيه كل الوقت. فبنبقى مثلا محتاجين حاجه تتابع حتى لو بسيطه في غياب الشخص مثلا مش موجود، فيبقى في حاجه تقدر تتابعه. او لو حد مثلا مقيم معاه لكن في الساعه دي مش موجود بالزبط. فيقدر ان هو ياخد. وبعد كده اكيد لما بيرجع ممكن يشوف هو يعني الشخص ده فعلا اذا اخد العلاج، يعني اكيد بيبقى عارف. طيب ايه اللي شجعك ان انت تعملي ده، او ليه فكرتي في الفكره دي؟ فكرت للاسف مثلا كتير مننا
ما عندنا مثلا مريض الزهايمر ما بيبقاش عارف، اوقات الظروف بتضطر انا هنزل مثلا ورايا مشوار مش عارف ايه، طب هل انا والدي هسيبه ازاي، طب هياخد الدواء ولا مش هياخده، بيجي كتير تساؤلات، فبنحس ان انا طب انا هعمل ايه، فحبيت ان انا اعمل حاجه تساعدهم، حاجه يعني تساعد الناس دي. انت شفتي حاله قدامك ايه، او شفتي انت حاله قدامك او قريتي او انا بقرا عنها، يعني مثلا قرات مثلا ابحاث، قرات مقالات، شفت فيديوهات لناس. فده اللي شجعك ان ايوه. انت يعني تشتغلي على التطبيق ده؟ وصلتي بيه لحد فين يا ملك؟ هو حتى الان طبعا التطوير يعني لسه قيد التطوير، كل مره بنطور اكتر، لكن حتى الان وصل ان هو بيبقى فيه اول حاجه طبعا قبل ما الشخص بينزل بيكتب اسم الدواء بالساعه بتاعته بالمكان اللي هو فيه، وبيبقى فيه خاصيه الذكاء الاصطناعي ينطق، بحيث ان ممكن يكون مثلا الشخص ده امي هيقرا ازاي. فحد ايوه يعني بيتكلم. بالظبط، في صوت هيقول له تمام، هيقرا الكلام المكتوب، وطبعا الزر. وفي حاجه برضو يعني ايه زي حاجه كده اسبوعيه هتتابع، خد الدواء في اليومين مثلا، خد الدواء في الايام دي، ما خدش الدواء في الايام دي، ضغط السكر مثلا كان هكذا، بحيث ان بيعمل انا زي تقرير، يعني ايوه تقرير اسبوعي. اسبوعي، بحيث ان هو لو مثلا بيروح للدكتور كل اسبوع يبقى قادر ان هو الدكتور يتابع حالته في مثلا في الاسبوع ده، هو خد الدواء في الايام دي، ما خدش الدواء في الايام دي، هكذا. يعني هو نظام تتبعي، وبيسهل كمان بالظبط. الموضوع على الطبيب، وكمان لو في ايوه. مثلا زي ما انت قلتي شخص قاعد مع المريض يبقى عارف ايوه. يعني إيه الوضع. طيب هل شاركتي بالابتكار ده او بالتطبيق ده في مسابقات؟ التطبيق ده انا طبعا شاركت فيه ملتقى العباقرة الدولي، تمام، هو المفروض وانت لسه كنتي مرشحه للمركز، وانت بالظبط. مرشحه للمركز الاول، ايوه مظبوط؟ بالظبط، باذن الله، يعني هو تكريم لسه المفروض بقى شرحت التطبيق ده هناك. ان شاء الله تتوفقي يا ملك، ان وان شاء شاء الله الله بإذن التطبيق الله. ده، لان دايما احنا بنقول انه التطبيقات اللي انتوا يعني كطلبه او كشباب بتقوموا بيها، بنتمنى ان هي تبقى تنفذ على ارض الواقع. غير ملتقى العباقرة الدولي، انت شاركتي في مسابقات تانية منها ديجيتوبيا، كود كامب، وكمان شاركتي في مبادرة مصر الرقمية، مظبوط؟ ايوه. طيب ديجيتوبيا شاركتي فيها، يعني ايه كان المشروع او الابتكار؟ المشروع بتاعنا هو كان عبارة عن زي ذكاء اصطناعي، بس هو فكرته ان هو بيبقى مساعد نفسي للشخص ده، بحيث ان مثلا لو الشخص ده بيعاني من التوحد، اي مرض مثلا من الامراض دي، بيقدر ان هو يتكلم معاه، يديله حلول، مش عارفة ايه. لو اغلب الناس دي ما بتبقاش قادره انها تتكلم مع ناس محتاجة حقيقيه. طبيب، يعني الحالات اللي ايوه بتبقى مرضى بيبقى محتاجه نفسيين طبيب محتاجة نفسي، ايوه اكيد. بس مثلا يعني زي مثلا حد معاه على طول مثلا حابب يحكي مش عارف هكذا. مم. فهو دي كانت فكره التطبيق. اوكي. وكود كامب كودينج ايوه برمجة، صح؟ بالظبط. ايوه هو كانت تبع لشركه هناك، طبعا كنا بنتعلم برمجه وكده، ونفذنا برضو مشاريع على ارض الواقع كتير جدا. يعني تطبيقات باختلاف، كان مثلا في تاسك كل سيشن وكنا بننفذه هناك. اوكي. مبادرة مصر الرقمية شاركتي ايوه فيها، اشبال مصر الرقميه. أشبال مصر الرقمية. ايوه انا في المرحله الثالثه منها. طبعا احنا بنتعلم لغات برمجه، اتعلمت بايثون، اتعلمت اساسيات السوفت وير والهارد وير، كل اساسيات الكمبيوتر هناك. فده برضو كان حاجه كويسه جدا ليا ان انا اتعلم حاجات كتير. اتعلمت مثلا اللي هو الاسكي كود، اي حاجه يعني هي دي ادتني برضو نبذه كبيره جدا. وبايثون يعني دخلت في لغه، يعني كانت اتعلمت لغه جديده. اوكي. غير يعني المسابقات العلميه، انت كمان تم اختيارك سفيره السلام في المؤسسه الوطنيه للتنميه، مظبوط؟ أيوة. يعني ده موضوع ملوش علاقه خالص بالابتكارات والمشاريع العلميه، لكن ممكن تقول لنا انت هيبقى دورك ايه كسفيره للسلام؟ دوري ان انا انشر السلام. يعني مثلا انا كطالبه في مدرسه، دوري ان انا انشره. لو شفت مثلا في اي حاجه، مثلا هعمل ندوات، هعمل فيديوز، مثلا اي حاجه، ان انا انشر السلام بين الناس اللي حواليا، بحيث ان اي مجتمع، يعني السلام ده مثلا مش مجرد حاجه، لا، هو لازم اي مجتمع يبقى قائم على السلام.
لو ما فيش سلام كانت الدنيا اصلا قامت وحرب ومش عارفه احنا ايه في هكذا. حروب اوريدي أيوة. لكن انت يعني احنا بنبدا يعني المجتمع يمكن من سن صغير ان هو يعني ايوه. كل ما كان في تقبل للاخر اكتر، في تسامح اكتر، في أيوة. يعني تفكير انه ازاي انا ممكن اتخاطب مع ال الاخر، ان احنا نتكلم وكمان الكلام يكون يعني مفيد، ونحاول ان احنا نفهم بعض. هنا بيحصل اكتر طبعا بالظبط. يعني المجتمعات اللي بتقوم على السلام مش على العنف بالطبع. طيب ملك، انت لسه زي ما احنا قلنا في صف ثاني الاعدادي، لسه قدامك مرحله دراسيه، لسه عندك ثانويه ان شاء الله، لكن انت بتفكري يعني للكام سنه اللي جايين، هل في مشاريع معينه عايزه تشتغلي عليها؟ هل في مجالات معينه حابه ان انت تقري عنها اكتر؟ هو الصراحة يعني مثلا أنا نفسي أستمر على تطبيق يعني كشف التسديد ده، بحيث إن أنا أنشره فعلا ويتم تطبيقه على أرض الواقع وناس كتير يستخدموه. تمام. حابة برضو إن أنا برضو بتعلم سايبر سيكيورتي، بس يعني لسه مش قوي. نفسي أتعلم، مش بحيث إن أنا أعمل هاكر، يعني إيه، مش هكون هاكر مثلا لأي حسابات، ولكن أنا أحمي نفسي. تمام. ده أولا طبعا يعني نفسي إن أنا لما بالعكس انت عايزه تشتغلي علشان يبقى في يعني امن سيبراني على بالظبط. او يعني يكافح القرصنه والهاكينج. بالظبط. مظبوط. ايوه. يعني انا مش انا اللي هاكر، لا، انا احمي الناس. يعني انا مثلا مش بحب ان انا اتعلم حاجه لوحدي، لا، انا بحب الفايده تعم على كل الناس. بالتاكيد. يعني مثلا لو اتعلمت حاجه، اعمل حاجه تساعد ناس تانية باللي انا اتعلمته ده. بالتأكيد. يعني هو ده الفكرة من البحث العلمي، ان احنا يعني الباحثين واي حد طبعا بيقدم ابحاث، الفكرة منها ان هو بيحاول انه يعالج مشكلة ومن خلالها بيحسن جودة الحياة. بالظبط. فطبعا هو ده الهدف من البحث العلمي في المقام الاول. هي الموضوع مش مجرد بس ابحاث يعني بتتقدم، لكن لا، هي ايجاد حلول، وبالتالي لما بيبقى في حلول لكتير من المشاكل حياة الناس طبعا بتبقى أسهل وبتبقى أفضل. احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا ملك. في حلقة النهاردة كان معانا الطالبة ملك إسلام، يمكن كلمتنا أكتر على المشروع اللي هي اشتغلت عليه، ليه علاقة برعاية مرضى الزهايمر، وكلمنا عن المسابقات اللي هي اشتركت فيها. بنتمنى لك كل التوفيق يا ملك. شكرا جزيلا ليكي. شكرا جزيلا مشاهدينا، انتظرونا وحلقات جديدة ومصر المستقبل. شكرا جزيلا.